مساء الخير. النهاردة هنعمل عجينة كريب، طريقة سهلة خالص وبسيطة. بس لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. طريقة عجينة كريب بصي مفيش أبسط منها بجد، يعني طريقة الكريب بتبقى سهلة جدا في المواصفات بتاعتها، يعني ممكن أي حد يخش المطبخ يعملها. يلا بينا يلا بينا. معانا نص كوباية لبن، ومعانا نص كوباية مية، وبعد كده هننزل ب5 معالق زبدة، ولو ما فيش زبدة ممكن ننزل ب5 معالق زيت، وهننزل ب2 بيضة، وبعد كده هنحط فلفل اسود عشان زفرة البيض، وهننزل بذرة ملح بس كده، وهنقلبهم كويس جدا. بصي مش هنخلي اي تكتلات تبقى ظاهرة معانا، ومش هننزل بالدقيق كله علشان احنا مش عايزينها تكون كريباية تكون سميكة كده، لا احنا عايزينها كده تكون رقيقة كده وجميلة، ونحس بطعم الحشو بتاعنا اللي احنا حاطينه من جوه. بصي الكريباية يعني بصي العجين بتاعها تحفة خفيفة كده. هندهن الطاسة بتاعتنا بالفرشة، وتكون الطاسة بتاعتنا ما تكونش بتلزق، وبعد كده هننزل بالخليط بتاعنا كده، وهنمسك ايد الطاسة كده نقلب شمال ويمين، وكده خلاص بقت معانا تحفة زي ما انت شايفة. وهنقلب الكريباية الناحية التانية، بصي رقيقة ازاي، جميلة جدا. وطبعا حطينا عليها فلفل الوان، وطبعا مقطعين بانيه، كنا مقطعين بانيه محمرينه، وهنحط اي جبن، وهنحط تومية. انا بوريكي دلوقتي عجينة الكريب. انتي بقى بصي اي حشوة عايزة تحطيها حطيها، عايزة تحطي سجق تحطي بانيه تحطي فلفل الوان وبطاطس محمرة عليها زيتون، اي حشوة بسطرمة اي حاجة عايزة تحطيها حطيها، ما تقولش لا. حطينا مكعب زبدة في الطاسة بتاعتنا، وقلبناها على الناحيتين كده زي ما انت شايفة، وكده خلاص الكريباية بتاعتنا بقت خالصة. بص انا بقولك على التومية هعملها معاكي المرة الجاية ان شاء الله، قريب هعملك طريقة التومية في البيت. طبعا الكريباية طبعا بصي وهم بجد، مش زي بتاعت الشارع. والله انا دقت الكريب بتاع الشارع تحسي ان انت بتاكلي عجين، والله اعلم بقى الفراخ اللي من جوه دي يعني هي كانت ايه، الله اعلم. بصي حاجة كده بجد طعمها حلوة، الكريباية طعمها بجد والله العظيم حكاية. كده خلاص طريقتنا خلصت، ويا رب يكون الفيديو الجميل دوت عجبكم، وما تنسونيش بالاشتراك واللايك عشان انا ببسط جدا. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.